هو إيه المشكلة اللي بين أحمد العوضي وبيومي فؤاد؟ أهلًا بيكم في الحلقة بالبلدي. النهارده جالي كذا تعليق على الواتس، وابتديت إن أنا أشوف على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عمومًا المشكلة قايمة بين أحمد العوضي وبين الفنان بيومي فؤاد. المشكلة كلها كانت بسبب فيلم اسمه عبده الإسكندراني. الأستاذ بيومي فؤاد يقول لك أنا المفروض بطل الفيلم، الأستاذ أحمد العوضي يقول أنا بطل الفيلم. ده في برنامج قال أنا بطل الفيلم، وده في برنامج قال أنا بطل الفيلم. ده لأ فيش هنا في مصر محطوط أحمد العوضي هو البطل، إنما في السعودية بيومي فؤاد محطوط هو البطل. طبعًا مشكلة غريبة، وكل واحد من النجمين عاملين يخبطوا في بعض، والموضوع ده حصل من أول رمضان لمّا أحمد العوضي جه في برنامج رامز جلال وقال أنا مش هاشتغل مع بيومي فؤاد تاني، وأصل ده ماشي بيقول في القنوات ده أنا البطل الفيلم بتاع عبده الإسكندراني. هو عمومًا الحوار كُلّه حوار هايف، والمفروض يعني أنا بصراحة ما شُفتش الفيلم، إنّما اللي شاف الفيلم هو بقى اللي يقدر يحدد مين البطل. إنّما أنت بقى ما تجيش تقعد تقول ده أنا بطل الفيلم وتشتم في زميلك الفنان، والفنان التاني برضه يقول لك أنا بطل الفيلم ويشتم في زميله. والغريب بقى اللي ده بقى ترند، وبقى لنا 4، 5 أيام الناس كلّها عمّالة تحكي على أحمد العوضي و وبيومي فؤاد والمشكلة بتاعتهم. والله العظيم حاجة يعني مسخرة، إن إحنا سايبين اللي بيحصل حوالينا وجايين نبُص على واحد زي أحمد العوضي وواحد زي بيومي فؤاد، وده يقول أنا بطل الفيلم وده يقول أنا بطل الفيلم، والفيلم أصلًا بقى له سنتين والّا سَنة وما حدش اتفرّج عليه. وحاجة غريبة أوي بتحصل اليومين دول، وأدي trend موجود وكنا لازم نتكلم عنه. شكرًا على المتابعة، ولو في أي حكاية عايزين نتكلم عنها يا ريت تبعتوا لنا في التعليقات. شكرًا.